أقل واحد فيهم بيعمل له أرنبين 3 في الشهر، وراكبين عربيات بملايين، وعايشين في قصور وفيلات ما تعرفش تجيب آخرها. حكاية أغنى أصحاب مطاعم في مصر. الأول الدكتور مؤمن، أسطورة المجال، وده بقى حكايته كبيرة قوي ومحدش يعرف شكله، بس الله أكبر عليه مقفل العداد، ومالك لسلسلة مطاعم بتدخله فوق 30 مليون في الشهر. يعني عندك صاحب بلبن والمحلات زحمة طول النهار والليل، وجنبهم فاتح سلسلة كنافة وبسبوسة للحلويات الشرقية، وعشان تشتري حاجة لازم تقف في طابور طويل لحد ما توصل للكاشير، وقبل ما تحلي لازم تاكل. وعشان كده الدكتور مؤمن عمل سلسلة مطاعم كرم الشام، ومعاه شركاته الدكتور أحمد ومستر عبد الرحمن. وكرم الشام بتعمل أكل سوري، والإقبال عليهم ربنا يزيد ويبارك. وناس كتير فاكرة كرم الشام بتاع سوريين، لكن في الحقيقة هو بتاع الدكتور مؤمن، اللي لقى الأكل السوري ماشي في مصر ففتح محل شاورما على الطريقة السورية. ومحلات الدكتور مؤمن منتشرة في معظم المحافظات، وكمان عمل فروع بره مصر في الفترة الأخيرة. والمفاجأة الكبيرة إن هو كمان صاحب مطاعم بهيج ملك الفوسفور. وبهيج ده كان راجل على باب الله، واسمه الحقيقي عادل قطب، وشغال في السمك من صغره، وطريقة كلامه وشطارته في البيع خلته من أشطر البياعين. ومن هنا بدأ يصور فيديوهات، وده اللي خلى المطاعم تطلبه، وبدأ يصور فيه فيديوهات وهو بيطبخ السمك بطرق جديدة، واتشهر جدا على السوشيال ميديا. ساعتها الدكتور مؤمن شافه وقرر يستغله صح، وفي نفس الوقت يديله فرصة عمره، ومضى معاه تعاقد ب60,000 جنيه في الشهر، ده غير نسبة من الأرباح مقابل إنه يغير اسمه لعم بهيج، ويستغل صورته وياخدها يعملها لوجو لمطعمه. وبكده تحول عادل قطب البياع البسيط لمدير مطعم بهيج ملك الفوسفور العجيب. والمطعم بدأ بفرع واحد، وكان مطعم تيك اواي وسندوتشات، لكن عم عادل قدر يطوره ويعمل أكلات جديدة وطرق غريبة للأسماك خلت مبيعاته تزيد، وفي أقل من سنة فتح فروع في اسكندرية والتجمع ووسط البلد. ومش بس في مصر، ده توسع أكتر وفتح فرعين في جدة والرياض في السعودية، وفروعه كلها على طول كومبليت. والمليونير التاني أحمد الباز، صاحب قصر الكبابجي، وظهر فجأة في عالم المطاعم بفرع في التجمع، ومن أول يوم الزباين طوابير. وبعدها فتح فرع تاني في الشيخ زايد، وفرع في الساحل الشمالي، وبيستقبل في اليوم من 20 ل 30 ألف عميل، وبيكسب 30 مليون جنيه في الشهر، وفي شهور بيوصل ل 50 مليون. ومن شهر فتح أكبر مطعم في الشرق الأوسط في مدخل مدينتي، وبيجهز عشان يتوسع بره مصر، وتحديدا في دبي والرياض. والبيزنس بتاعه مش بس في المطاعم، ده بيمتلك شركة سيارات ومعرض عربيات، وكمان عنده شركة تطوير عقاري ومول في الشيخ زايد. ولما اتسأل عن سر فلوسه ونجاحه قال: رضا ربنا ودعوة أمي، و100 جنيه اديتها لواحد غلبان وما كانش معايا غيرها، وبعدها بساعة ربنا فتحها في وشي. وبيجي بعده المطرب أحمد فهمي، وتقدر تقول إنه ملك المطاعم في الوسط الفني، وعنده مطعم أكل تركي وبيعمل لحم مدخن، وهو من ضمن ال3 مطاعم بس في مصر اللي بتعمل النوع ده من الأكل، وعشان كده من أغلى مطاعم اللحمة في مصر، وبيبيع كيلو اللحمة ب2000 جنيه. أما بقى المعلم صبحي كابر فبيعمل حوالي 2 مليون في الشهر. وصبحي يتيم من وهو في اللفة، وفي أولى ابتدائي أبوه مات، ويدوب شوية ومامته جالها شلل وماتت، وتعلم الطبخ على بابور الجاز، ولحد النهاردة ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب. وأول مرتب خده في حياته كان ريال، وبدأ الشغل وهو طفل في مطعم الألفي بيك، وجاب المشوار من أول غسيل الأطباق على الحوض لحد ما اتعلم كل حاجة عن الكباب والكفتة. وبعد فترة سافر يشتغل في ليبيا، وبعدين راح السعودية، بس ما بقاش يقدر يبعد عن مصر فرجع. وفي البداية عمل باترية أكل للفراخ والكبدة والمخ، وبعدين دخل على الكباب والكفتة، والحال مشي معاه. وبعد ما كان شغال لوحده جاب عامل و2، وبعدين فتح محل صغير تحت السلم، ونجح المحل والرزق زاد. ومن محل صغير لواحد من أكبر مطاعم مصر، وشغال معاه أكتر من 1600 شخص، منهم 260 ست. وكمان عمل أكبر مزرعة إنتاج حيواني ومزرعة خضار، وفتح فرع للمحل في الإمارات وفرع تاني في السعودية. أما سر نجاحه فبيتلخص في 4 كلمات: الأمانة والضمير والإخلاص والحب.
وبينافسوا المعلم قدورة صاحب أكبر سلسلة محلات سمك في مصر والشرق الأوسط كله. وقدورة كان صياد على قده في الخمسينات في اسكندرية لحد ما فتح أول محل في الأنفوشي، وكان مطعم صغير ويادوب كام ترابيزة، وكان بينزل كل يوم الصبح يصطاد السمك بنفسه ويعمله ويقدمه للزباين. وبعد شوية المحل كبر وقدورة فتح فرعين، واحد في المنتزه والتاني على كورنيش اسكندرية من بره، والشغل كبر فجه على القاهرة وفتح أول فرع الأسماك قدورة في المهندسين، وبقى من أعلى مطاعم السمك. وعشان الفلوس بتجيب فلوس، قدورة قرر يفتح سلسلة مطاعم في البحرين والسعودية والإمارات بتكلفة وصلت ل4 مليون دولار. وآخر مليونيرات المطاعم هو الفنان أشرف عبد الباقي صاحب سلسلة طنط، وبسم الله ما شاء الله عنده فروع كتير وفرع في السعودية وأسعاره كويسة، وعشان كده الرجل عليه كتير والمكاسب ربنا يزيد ويبارك. انت بقى يا ترى أكلت في أي مطعم من دول؟